اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة نجم التوقعات. النهارده معانا توقعات مباريات يوم الاحد 7/9/2025. بس قبل ما نبدأ اشترك في القناة ودوس لايك على الفيديو وانضم لقناة التليجرام، هتلاقي الرابط بتاعها في الوصف. تمام، دي كده كانت بعض الاكواد اللي لعبناها امبارح على الجروب التليجرام، وبرضه عملنا لنا مسابقة، فما تنساش ان انت تنضم في القناة. ويلا بينا نشوف القسيمة مع بعض كده. معانا القسيمة النهارده 8 احداث. تمام، مديانا قول 6 ونص تقريبا. طيب يا جماعه، يعني في ناس هتقعد تقول لي طب انت ما بتشرحلناش ليه مثلا الماتشات، ما بتشرحش مش عارف ايه. انا يا جماعه بجيب لكم من ابو اخر، يعني انا بجيب لكم اضمن حاجه والله على قد ما بقدر. يعني انا مش بجيب لكم الكلام وخلاص او التوقعات دي وخلاص، لا والله. يعني انا بدرسها وبفضل احلل فيها مره واتنين وتلاته وبجيب لكم ايه ابو اخر. تمام، فتعالوا كده نشوف اول ماتش. معانا ماتش بلجيكا. عملنا في الوقت العادي فوز بلجيكا. طبعا بلجيكا يعني هتلاعب كازاخستان، وبلجيكا بتلعب على ارضها، فالماتش مش مستاهل، وماتش هيبقى ايه بسيط كده وخفيف. تمام، فعملت فوز. طيب نروح لتاني ماتش. معانا ماتش فنلندا وبولندا. عملت فوز بولندا. اللي عايز يعمل مجموع بولندا ان هي تجيب هدف واحد او اكتر مفيش مشكله، كده كده ان شاء الله بولندا هتكسب الماتش ده. تمام. معانا الماتش التاني، ماتش اسبانيا وتركيا. عملت فرصه مزدوجه لاسبانيا. الماتش هيبقى رخم شويه لان تركيا مش منتخب يعني عادي، او اسبانيا جامده وكل حاجه، بس برضه تركيا شوفها في اخر ماتش كسبت 3-2 رغم ان هي كان معاها طرد كمان. فانا شايف دي اضمن حاجه، فرصه مزدوجه لاسبانيا. اللي عايز يعمل فوز مفيش اي مشكله. تمام. نروح بقى لتالت ماتش. معانا ماتش هولندا. عملت فوز صريح لهولندا. تمام كده. تمام. معانا ماتش المانيا وايرلندا الشماليه. عملت مجموع واحد اللي هي المانيا هدف ونص في الماتش. ليه ما عملتش فوز؟ لان الفوز بتاعها القود قليل، فانا قلت اجيب لكم حاجه ايه يعني قودها عالي سيكا يعني. تمام. كده كده المانيا لازم هتكسب الماتش ده على ارضها. طبعا شفنا المانيا الماتش اللي فات كانت حاجه محدش كان متوقعها اصلا، فالماتش ده ان شاء الله هتكسب. نروح لسادس ماتش. معانا مقدونيا الشماليه. عملت في الماتش كله اهداف، جونين في الماتش كله. جونين هيبقى استرداد، اكتر من جونين هنكسب. تمام، بس الماتش ده هيبقى مفتوح وهيبقى فيه اهداف كتير. تمام يا جماعه. نروح كده للماتش رقم 7، ماتش بلغاريا وجورجيا. عملت فوز صريح لجورجيا. تمام، انت حابب تعدل على القسيمه انت حر براحتك عدل، بس انا جايب لك الحاجات اللي هي الطبيعيه، يعني الحاجات الواقعيه. تمام. معانا ماتش سلوفاكيا ولوكسمبورغ. عملت لسلوفاكيا انها تجيب هدف في الماتش، هدف او اكتر، يعني اكتر من واحد، يعني جون واحد استرداد، جونين هنكسب هناخد فلوسنا بالمكسب، لو واحد هيبقى استرداد. تمام. دي كده القسيمه كانت بتاعت النهارده. انا هحط عليها 1500 بحيث ان هي لو كسبت هتجيب لي 9700 جنيه تقريبا. تمام. طيب نراجع بقى كده القسيمه سريعا. تمام، فوز بلجيكا، فوز بولندا، فرصه مزدوجه اسبانيا، وفوز هولندا، وجونين لألمانيا، وجونين في الماتش بتاع مقدونيا، وفوز جورجيا، وسلوفاكيا تجيب هدف او اكتر. ودي كده كانت القسيمه بتاعت النهارده. لو انت وصلت لحد هنا اشترك دلوقتي في القناه وحط لايك للفيديو وانضم معانا في جروب التليجرام، وكل حاجه مجانيه. بس كده.